خالد جلال هو صانع النجوم، بس أكيد عايزة أرجع بقى شوية كده، وكان في حد ليه التأثير القوي اللي خلى خالد جلال بالإبداع والعظمة اللي احنا شايفينها ربنا دلوقتي. يحفظك. انا يعني بدين بالفضل لناس كتير في الواقع. مفيش حد علمني حاجه غير بقى الكلام العام من الناس اللي درسوا لي مثلا في الاكاديميه في المعهد الفنون المسرحيه او في المسرح الجامعي. دول ليهم افضال كبيره جدا. يعني تلاقي استاذ صلاح عبد الله مثلا في مسرح الجامعه هو اللي علمنا في مسرح الجامعه. هتلاقي في الاكاديميه طبعا ناس كتير، بس على راسهم استاذ كرم مطاوع. يعني ده واحد مهم قوي في حياتي، يعني مهم على عدة مستويات. علمني، مش بس علمني الفن، لكن علمني كمان الهيبة. يعني كرم مطاوع ده كان يخش الطرقة كده نقف كلنا، يعني نبقى قاعدين انا وصبري فواز وماجد الكدواني وناس بقى كتير قاعدين، وكنا في الجامعه يعني ساعتها ممثلين. يخش بس كده تلاقي كل الطرقه وقفت. عنده هيبه وعنده كاريزما وعنده احترام وعنده قدره على الابتكار. وهو يعني هو جزء من ان انا بعرف ابني الشغل اللي انا بعمله، هو من كرم مطاوع. فالراجل ده كان له فضل كبير جدا. استاذ صلاح عبد الله، استاذ صلاح السعداني ربنا يديله الصحه، ده واحد من هو اول واحد وداني الاستاذ عصام امام عشان اعمل مسرحيه اللي في القطاع الخاص. دكتوره نهاد صليحه، منحه البطراوي، عبله الرويني، امال بكير، ناس كتير قوي يعني. امي على راسهم طبعا. لكن انا عايز اقول انه انا كنت محظوظ في سيده عظيمه قريبتنا اسمها حوريه سليم. وهذه السيدة أنا بحب دايما أقولها لأنها هي اللي علمتني أقرأ وأنا عندي 7 سنين. الله. وأول مرة وجهتني لفكرة أقرأ إيه. وبدأت تتابع معايا في حياتي الروايات العالمية، وتقول لي فهمت منها إيه وعرفت منها إيه، نفس اللي كان بيعمله أبويا. أيوة. لكن هي كانت حافظة شعر شوقي كله وشعر حافظ إبراهيم كله، وبتكلم طفل عنده 8 سنين و10 سنين وكده بالاشعار دي، وتفهمني ده بيقول ايه، وهنا كان بيتكلم علي بيقول ايه، وهنا بيقول ايه. فهذه سيده من السيدات اللي ليهم علامه في حياتي. ناس كتير قوي، انا طبعا اخشى ان انا اكون انسى اي حد من الناس اللي انه دي شيء بتفضل شايله. صح، ده حقهم مدى عليك الحياة. يعني. أيوة. مدى الحياه. انا كنت محظوظ، اللي هو الام لما بتقول لك ربنا يوقف في سكتك ولاد ولاد الحلال. الحلال. انا بقى وقف في سكتي ولاد حلال كتير قوي جدا، وساعدوني. منهم مثلا استاذ فاروق حسني مثلا، ده راجل عظيم، وانا بشوف ان الراجل ده من اللي امنوا بيا جدا في شغلي. يعني واحد من اول ما بدات، وكان دايما كشاف. هو برضه هو بيدور على الناس اللي فيهم حاجة، فيهم اللي موهبة. عندهم موهبة كبيرة، ويساندهم ويطلع يعني مثلا خالد شكري ده واحد من الناس اللي من أعظم الناس اللي بتعمل موسيقى في السينما المصرية. هو طالع من جائزة الدولة للإبداع اللي عاملها أستاذ فاروق حسني. أكرم المكدوب ده واحد من أهم المهندسين المعماريين في مصر، ده واحد طالع من الجائزة اللي عملها فاروق حسني. فقصدي إن أيضا هذا الرجل له مكانة كبيرة في حياتي. وزي ما قلت لك كل الأسامي اللي أنا قلتها وخايف إن يكون، فأنا بقول إنه كل حد علمني وكل حد ساعدني وكل حد وقف معايا. انا طول عمري ما بشوفش اللي بيحاول يقف ضدي. عمري ما شفت. حلوة دي. ابدا. ولو كنت منحت انتباه للفصيل الاخر ما كنتش اتحركت. صح. دايما بشوف اللي بيحاول يساعدك، ودايما بشوف اللي بيحاول يدفعك للامام ويشجعك. وطول ما انت بتشتغل بنية صافية ومخلصة ربنا بيكرمك. مفيش حد يعرف مفيش حد يقف. عشان كده دايما اقول له الممثلين عندي بلاش شماعة انا الناس واقفة ضدي، انا الناس واقفة، انا الناس بتعمل، انا الناس بتعطلني، انا الناس بتحاول تشنكلني، انا الناس. الكلام ده دي كلها شماعات بيبتكرها الواحد لما ما بيمشيش لقدام، لما بيبقاش عايز يمشي لقدام، لما بيبقى مكسل. لكن اللي ربنا مديله ما حدش فيش بني ادم يقدر يقف ضده. صح. يعني زي ربنا يمنحك كل الناس دي بتساعدك، ويجي واحد يروح موقف لك الكلام ده. محدش يقدر. ف دايما اقول لهم انا كنت دايما لما اشوف حد بيحاول فبعمل مش شايف، بعمل عبيط، بعمل نفسي مش واخد بالي. بعمل مش واخد بالي وامر كده، عارفه اللي هو تعدي من جنبه يمكن ما بس. فربنا كرم دايما بناس كتير وقفت معايا وساعدتني،
والناس اللي انا قلتهم دول، وفي راجل معلم كبير في ايطاليا دايما بدعوه هنا في المهرجان التجريبي اسمه دانيلو كريمونتي، ده واحد علمني كتير جدا لما كنت في جائزه الدوله للابداع. ويمكن الطريقه اللي انا بشتغل بيها الخاصه ببناء الارتجالات دي هي طريقه انا بتاعته. اتعلمتها منه. فمش عايز انسى حد، لكن ارجوكي يعني تبلغي عبر البرنامج سلامي لكل واحد. طبعا. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.